فيلمنا بيبدأ مع روني وهي قاعدة في الحضانة وبتسمع قصص من مدرستها، وبتقوم من مكانها عشان تبص من الشباك، وبيحصل انفجار قوي جدا بيغطي المدينة كلها، وفجأة كل الناس بتقوم تجري من أماكنها وبيحاولوا يحتموا في أي مكان قريب منهم عشان الانفجار ما يأثرش عليهم. وبعد مرور 10 سنين بتكون روني كبرت وبقت في المدرسة، وبتصحى بدري عشان تاخد دش قبل ما تروح على مدرستها، وبتفطر مع امها وابوها اللي قاعد على الترابيزه معاهم وبيقرا جريده، وبتبقى الاخبار بتتكلم عن مخلوقات موجوده وجاري التحقق منها. فبتقفل والده روني التلفزيون بسبب انها مش عايزه تسمع باقي الاخبار، فبتقول لها روني انها شافت امبارح مخلوق جديد راكب الاتوبيس، فبتتضايق مامتها من الحوار وانهم بيتكلموا عن المخلوقات وهم بيفطروا، وبيبقى والد روني قاعد معاهم ما بيتكلمش، وفجأة بيختفي من قدامها كأنه بيدوب في الجو، وبيبان على روني ووالدتها انهم متعودين على كده، وبتقوم عشان تروح على مدرستها. وبتحكي روني ان دي حياتها وحياة المدينة بتاعتها من بعد الانفجار اللي حصل واللي اخد ناس كتير وكان السبب في موتهم، لكنه ساب جزء منهم زي الاطياف بتتحرك في المدينة ومتعلقة بجزء محدد من ذاكرتهم قبل الموت، وبقت مدينتهم مليانة اطياف سواء ليهم علاقة بالانفجار او ناس ماتت بعدها، والاطياف دي اسمها ريم، والكل بيقدر يشوفهم لكن هم مالهمش اي تأثير على الحياة الواقعية، ويعتبروا صورة مجسمة مش اكتر، زي البيت المسكون بالاشباح، وممكن تمر من خلالهم وساعتها يختفوا، وبعد شويه بيظهروا في نفس المكان وبيعملوا نفس اللي بيعملوه. وكل اللي حصل ده كان بسبب الانفجار اللي كان على بعد 50 ميل منهم بس، واللي نتج عن مشروع تم فيه انصهار وتصادم جزيئات اتسبب في انفجار قوي جدا غطى كل المدينه، وكان المشروع برئاسه الدكتور مارتن دكتور الطاقه المشهور. وبمجرد ما حصل الانفجار الاغلبيه حاولوا يستخبوا، لكن اغلبهم ما لحقوش وماتوا، وبقوا موجودين كاطياف او اشباح او رمت زي ما تم الاطلاق عليهم. ولان الاطياف بقوا عايشين وسط الناس الطبيعيه بقوا ضمن المقررات الدراسيه كمان عشان الطلبه يتعرفوا عليهم كويس. وبتبقى روني قاعده في حصه الاستاذ بيتنر واللي كل دراسته عن الاطياف، وبيقول لهم ان الاطياف مش حساسه ولا ليها فكر واعي تقدر تفكر بيه او تحس زي البشر العاديين، وانها تصورات من الماضي زي الصور المجسمه قدامهم يقدروا يعدوا من خلالهم بدون ما يتاثروا بيهم، وبمجرد ما بيظهروا في مكان بيفضلوا موجودين فيه وبيعملوا نفس اللي بيعملوه، وبيتكرر كل مره بيظهروا فيها، وما يقدروش يغيروا تصرفهم لانهم زي شريط الفيديو اللي بيتعاد، وما يقدروش ياثروا على العالم الطبيعي باي شكل. والاغرب ان اي حد بعد وفاته ممكن يتحول لطيف بدون سبب محدد، وبيبقى في طيف على شكل بنت قاعده جنبهم وبتختفي بعدها فورا. وبعد ما الحصه بتخلص بينادي بيتنر لروني عشان درجتها في الامتحان مش كويسه وبيطلب منها تذاكر اكتر شويه، وبتلاقي روني صوره لبيتنر وهو مع بنته ايفا وبتساله عنها، فبيقول لها ان دي صوره قديمه ليهم وان بنته دلوقتي كبيره وبقت قد روني، وبيعرض عليها انها لو محتاجه مساعده في اي حاجه فهو ممكن يساعدها. وبتروح روني بعدها لصاحبتها وبتفضل بص على زميلها كيرك، وبيبقى انتباهها مشدود ناحيته لحد ما صاحبتها بتاخد بالها، وبتقول لها ان كيرك مهووس بالاطياف جدا واتطرد من مدرسته القديمه من غير ما حد يعرف السبب، ودايما منفصل عن الباقي وقاعد لوحده. وبيعدي اليوم وبيجي تاني يوم وبتدخل روني عشان تاخد دش قبل ما تروح مدرستها، وفجأة بتلاقي طيف على شكل شاب واقف قدامها أول مرة يظهر في حمامها، فبتترعب وبتقع على الأرض وبتفضل بصاله وهو بيبص في المراية، وبعدها بيكتب حاجة على بخار المراية وبيختفي. وأما بتقوم من مكانها بتلاقي إن الطيف كتب لها كلمة اهربي، وما بتفهمش إزاي الطيف ده ظهر في حمامها، وبتفضل طول اليوم بتفكر في الشاب ده لحد ما بتلاقي نفسها فجأة جالها نزيف من ودانها، وبتروح على العيادة عشان توقف النزيف. وأما بتخرج بتلاقي أستاذ بيتنر في وشها، فبتقول إنها عايزة تقابله بعد المدرسة عشان تحكي له حاجه مهمه حصلت معاه، فبيتفق معاها انهم يتقابلوا في بيته عشان يتكلموا سوا. وبتروح على بيته وبيبقى عنده طالب لسه مخلص كلام معاه، وبيدخل روني بيت بيتنر وبتبقى الموسيقى عاليه جدا، فبينادي بيتنر على بنته ايفا انها توطي الصوت شويه، فبتتعامل ايفا معاه ببرود وما بتردش عليه حتى، وبتسيبه وبتخرج من البيت. وبتحكي له روني عن الطفل اللي شافته في الحمام وانه حاول يتواصل معاها، فبيقول لها بيتنر ان مستحيل يحصل حاجه زي كده لان مفيش طيف حاول يتواصل مع بشري قبل كده، واكيد اللي شافته اوهام مش اكتر. واما بيجي تاني يوم بتفضل روني قاعده في الحمام مستنيه الشاب ده يظهر تاني لكنه ما بيظهرش قدامها، فبتلبس عشان تتحرك على مدرستها، وبتشوف كيرك قدامها بعربيته، فبتقرر انها تمشي وراه وتعرف هو بيعمل ايه، لكنه بياخد باله منها وبيسالها ليه بتطارده، فبتقول له انها شافت طيف جديد عندها في الحمام وعايزه تستفيد بمعلوماته عن الاطياف، فبياخدها معاه النفق وبيظهر قدامهم اطياف لسمك بيعوم في الهواء، وبيحاول كيرك يعدهم زي ما هو متعود، وبيكتشف ان عددهم بيزيد فعلا. وبتقول له روني انها محتاجه مساعدته لانها حاسه ان الطيف عايز يأذيها، ولو ساعدها هتعملوا البحث الخاص بالمدرسه بداله، فبيوافقها وبيفكروا سوا ازاي يكتشفوا شخصيه الطيف ده، وبتسمي روني الطفل اللي ظهر لها في الحمام باسم براين، وبيبقوا محتاجين معدات معينه عشان يقدروا يصوروا براين وبعدها يقدروا يستخدموا صورته في البحث عنه على النت، وبيسرقوا المعدات من معمل المدرسه وبيجهزوها في حمام بيت روني. بيفضلوا مستنيين براين يظهر لحد ما بيحسوا هما الاتنين ان في حركه غريبه في الصاله، وبتنزل روني عشان تشوف سبب الصوت، فبتتخيل بحد ماشي قدامها، واما بتصرخ بينزل لها
كيرك فورا وبيلاقوا ان ام روني هي سبب الصوت، فبيرجعوا هما الاتنين بسرعه ناحيه الحمام وبيظهر براين قدامهم، لكن وشه بيبقى مشوه وبيحاول انه يهجم على روني وقبل ما يلمسها بيختفي تماما من قدامهم. وبيبقى كيرك لحق يصوره، وتاني يوم بيحمض الصور وبيوصل لشخصيه براين في العالم الطبيعي وبيعرفوا انه قاتل وقتل بنت قس اسمها ماري من 4 سنين، فبيروحوا لوالدتها وبيعرفوا ان براين كان اخر واحد قابلها قبل اختفائها وموتها، وبعدها لقوا جثتها مرميه في بحيره، وبعدها بيوم انتحر براين قبل القبض عليه. وبعد بحث كتير بيكتشفوا ان ماري مولوده في نفس يوم ولاده روني، وان ممكن ده يكون العالم المشترك بينهم، عشان كده براين ظهر لها هي وعايز يموتها هي كمان. وبيلاقوا في كراسه روني مكتوب كلمه اهربي كتير في الورقه، وبتبقى مش فاكره انها كتبتهم قبل كده. وبيبقى ويل مدرس كيرك عرف ان كيرك قابل والده ماري المتوفيه، وبيطلب منه انه يعرف القصه كامله والا هيرفضه من المدرسه لانه مش عايز مشاكل تحصل بسببه. فبيحكي له كيرك على كل حاجه، وبعدها بيروح ويل على ماتش السله اللي بيتم في المدرسه، وبيجي له تليفون فبيبعد عن القاعه، وبتبقى روني موجوده في الماتش وبتاخد بالها من ان براين موجود في القاعه، فبتتحرك عليه، واول ما بتقف في نص الملعب بتلاقي ان ويل واقع قدامها من السطح ميت، وكل التحقيقات بتقول انه انتحر. لكن كيرك الوحيد اللي بيحس ان في حاجه غريبه في انتحار ويل، وبيروح لروني بيتها عشان يقول لها ان ويل اتقتل بسبب انه عرف قصتهم كامله وان في قاتل في المدينه. وبيفكروا في الاحداث وبيحاولوا يربطوها ببعض، وبتحكي روني عن والدها وانها السبب في موته ساعه الانفجار اللي حصل، وانه اتاخر عن القطر بسببها لانها كانت بتتخانق معاه، وبدل ما يروح بالقطر راح بعربيته وخد الطريق السريع القريب من الانفجار ومات بسببها. وعلى الرغم من ان الكلام ده كان عندها وقتها 6 سنين بس، الا انها من وقتها شايله ذنب موت والدها. وبعد ما كلامهم بيخلص بيبقى الوقت اتاخر، وبتدخل روني عشان تنام، لكنها بتحلم بكابوس ان براين بيحاول يقتلها، وساعتها بتقع في بحيره وقدامها ماري البنت المقتوله واللي بتحاول توريها مكان معين في المدينه، وبعدها بتقوم مفزوعه من النوم، فبتلاقي والدتها قدامها وبتقول لها انها كانت بتعيد جمله سقوط الظلام وهي نايمه. واما بتنزل عشان تفطر بتلاقي ان كيرك موجود في بيتها ويفطر معاها، وبيشوف قدامها طيف والدها وهو بيقرا الجريده، فبيقول لها ازاي والدها ميت من 10 سنين وماسك جريده تاريخها من 8 سنين بس، وبيبقى مكتوب في الجريده اللي هو بيقراها ان في بنتين مفقودتين وواحده منهم لقوها مقتوله. فبيفهم كيرك ان والد روني بيحاول يحذرها من حاجه، وبيدوروا على قضايا خطف او قتل، فبيلاقوا ان في بنات كتير اتخطفوا في مده قريبه من وقت عيد ميلاد روني اللي بعد ايام والقاتل مجهول، وبيقدروا يوصلوا لاخت بنت من البنات اللي اتقتلوا، وبيعرفوا منها ان اختها كلير اللي اتقتلت كانت مرتبطه بشاب اسمه براين واتقتلت بعدها بفتره، وانهم لو عايزين يشوفوها ماتت ازاي ممكن يشوفوا الطيف بتاعها لحظه موتها. وبتديهم العنوان اللي بيظهر فيه طيف كلير وهي بتموت، وبيكون العنوان في مدينه اسمها سقوط الظلام، وهي مدينه محظوره من ساعه الحادثه لانها كانت قريبه جدا من الانفجار. وبيدخلوا المدينه بيلاقوا فيها اطياف من كل العصور، وانهم ما بيكرروش دقايق بس انما بيكرروا ايام كمان، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا العنوان وبيلاقوا المكان هو المعمل اللي حصل منه الانفجار، وبيدخلوا عشان يدوروا على مكان كلير اللي هتموت فيه، وبيكون في اشخاص طبيعيين كتير حواليهم لكن بيكونوا فقراء وعايشين في المدينه من غير ما حد يهتم بيهم، وبيبقوا كلهم مستنيين البنت اللي هتموت قدامهم. وبتظهر كلير بفستان ابيض وبيبان عليها انها شافت شخص هي تعرفه، وفجاه بتحاول تهرب منه لحد ما بيهجم عليها على سلم حديد وبيخنقها قدام كل الحضور. واثناء ما بيتفرج كيرك على اللي بيحصل بياخد باله من عالم الطاقه دكتور مارتن، وما بيناديله بيحاول مارتن يهرب منهم لحد ما بيوصلوا له وبيطلبوا منه مساعدته، وبياخدهم للمكان اللي هو قاعد فيه جوه المبنى، وبيحكي لهم ان البحث بتاعه كان ليه علاقه بالموت واللي بيحصل بعده، وانه بيحاول يتواصل مع الموتى وبيرجعهم من تاني من خلال مداخل اكتشفها للعالم الطبيعي، وانه كان هيستخدم اشخاص كوعاء لاعاده الموتى من تاني للحياه. وكان معاهم الدكتور براين، دكتور شاب ذكي بعد الانفجار اللي حصل اتغير تماما. وما مارتن سمع عن موضوع قتل كلير عرف ان براين هو السبب والقاتل، وعلشان كده بيقتل اي بنت مولوده في نفس يوم ولاده كلير حبيبته على اساس انه هيقدر يرجعها من تاني للحياه في جسم البنت اللي بيقتلها، وما بيفشل بيستنى يلاقي بنت تانيه مولوده في نفس اليوم عشان يقتلها وهكذا. وانه بالرغم من انه طيف الا انه قادر يقتلها، وبكده يكون مارتن ارتاح من اللي شايله ويعرفه وتعب من الحياه اللي عايشها وبينتحر قدامهم. وبيلاقي كيرك صوره جنبه لمارتن وبراين ومعاهم حد تالت صورته مقطوعه فبياخدها، وبتعرف روني ان موتها قرب وقدامها يومين بس على عيد ميلادها، ومش لاقيه مكان قادره تهرب فيه من براين لانه قادر يجي لها في اي مكان. وبيروحوا المدرسه عشان يبلغوا استاذ بنتر، لكن بيبقى امن المدرسه واقف قدام خزنه كيرك وبيطلبوا منه يفتحها، وبيلاقوا جواه مسدس فبيقبضوا على كيرك، وبيفضل كيرك يقول ان المسدس مش بتاعه وما يعرفش عنه حاجه. فبتجري روني على بيتنر عشان تحكي له اللي حصل لها، وبيبقى هو كمان فاتح خبر قتل ماري وبيعرف منها كل اللي حصل، وبيقول لها انهم لازم يامنوا الملجأ الموجود عندها في البيت كويس عشان يمنعوا براين من الدخول عليهم. وبيروحوا البيت روني عشان يبداوا التجهيزات، فبيجي لها كيرك بعد ما بيخرج من الحبس عشان يساعدها، لكنها بترفض مساعدته لانها ما بقتش تثق فيه وبتخليه يسيبها
وبيسيبها ويمشي، وبيروح كيرك بيته وبيفضل يدور على باقي الصورة على الانترنت لحد ما بيكتشف مصيبة وبيجري على روني عشان يبلغها وينقذها، وبيروح على بيت بنتر نفسه وبيشوف ايفا بنت بيتنر وهي بتختفي قدامه، وبيعرف انها طيف وماتت من 10 سنين في الانفجار، وان بيتنر اصلا كان مساعد دكتور مارتن في المشروع بتاعه، وبنته كانت معاه وماتت قدامه بعد ما فشل في انقاذها، وان هو اللي بيقتل البنات على امل انه يرجع بنته من تاني للحياه. وبيكون كيرك واقف بره بيت بيتنر لحد ما بيلاقي بيتنر نفسه وراه بيضربه لحد ما بيغمى عليه، وبيروح بيتنر على اوضه روني اللي في بيتها وبيكون جايب لها اكل وشرب، وما بتحاول انها تروح الحمام بتلاقي ان بيتنر بيحاول يمنعها لحد ما بتشك فيه وبتحاول تهرب منه، واما بيطاردها بتفهم ان هو اللي قتل كل البنات وناوي يقتلها هي كمان عشان يرجع بنته ليه من تاني، وقادر يقتلها زي ما قتل براين وويل، وكان لازم يتخلص من كيرك فحط له المسدس في خزنته وبلغ عنه، وقبل ما يخلص عليها بتضربه وبتجري منه بره البيت فبيطاردها لحد ما بيوصلوا هما الاتنين لبحيره متجمده وبيقعوا فيها، وبيظهر تيف براين وماري وكل البنات اللي بيتنر قتلهم وبيسحبوه للميه وبينقذوا روني منه، وبيساعد براين في انقاذ روني وبيشكرها لانها انتقمت من بيتنر، وبتلاقي كيرك واقف قدامها وبينقذها وبيقول لها ان بعد ما بيتنر دفنه لقى حد بينقذه، والحد ده هو والده اللي ميت اللي كان بيدور على طيفه طول المده اللي فاتت لمجرد انه يشوفه ولو لمره بس، كان هو اللي حفر له طريق الخروج وجي عليها فورا عشان ينقذها.